السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. ما لحقناش نطلع من مشكلة التليفونات والضرايب اللي اتعملت على كل التليفونات لإخواتنا اللي جايين من بره، سواء اللي كانوا مقيمين في الخارج أو أي حد داخل مصر حتى لو سايح. القرار اللي عمل لغط كبير جدا وعمل مشاكل كتيرة جدا وخلى ناس كتيرة جدا تبقى مستاءة وتطلع فعلا تعقب على القرار، وفعلا الموضوع يعني حاجة سيئة جدا. اتكلمنا قبل كده عن موضوع مهم جدا، واضح ان هو بيتدرس دلوقتي بشكل يعني بشكل جاد شوية اكتر، حاجة شبه قرار الموبايل ده كده، ولكن هو خاص بالعربيات الكهرباء. لايف ده مهم قوي 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 قوي. انتوا عارفين لما بقول لكم على لايف مهم يبقى مهم. محتاجين شير علشان كل الناس لازم تعلق ولازم تقول صوتها ولازم تقول رأيها في الموضوع، علشان الموضوع حساس جدا، والموضوع فعلا هيخرج الامور بره السيطرة، وهيودي يعني العربيات الكهرباء في مصر في منطقة تانية خالص. القرار شبيه بقرار الموبايل، لان دلوقتي بيتم دراسة الموضوع. يعني الكلام اللي بيتقال ان هو بشكل اقوى شوية، بيتم دراسة ان العربيات الكهرباء يا جماعة يتعمل عليها ضرائب. احنا متعودين ان العربيات الكهرباء في مصر هي معفية من الجمارك، فمش هنلعب في منطقة الجمرك، خلي الجمرك زي ما هو، ولكن هيتم فرض ضرائب بشكل ما. طيب ده هيتفرض على ايه؟ على جميع العربيات الاستيراد. مين اللي طالب بالموضوع ده؟ الوكلاء، الناس اللي بتجمع عربيات في مصر لصالح التجميع المحلي، طالبوا ان العربيات الاستيراد يتفرض عليها ضريبة علشان هي مستحوذة على حصة كبيرة من السوق. بيقول لك ازاي انا راجل بصنع او بجمع محليا، وانا العربية حتى لو والقطع بتاعة العربية اللي بتجيلي من بره دي قطع بتجيلي عليها جمارك، في حين ان العربية الكهرباء اللي موجودة استيراد او اللي جاية استيراد ما بيتفرضش عليها اي جمرك نهائي. انا معاك، انت كراجل وكيل كراجل مصنع انا معاك، مفيش مشكلة، انا بدعمك، انا في ظهرك، انا كدولة وانا كمواطن معاك وبدعمك. عارف ليه؟ علشان انت حضرتك لما المنافسة تزيد هتبقى في صالح المواطن، واحنا عايزين العربيات الكهرباء تنتشر اكتر، وانت هتساعد في انتشار العربيات الكهرباء لما تقدم اسعار تنافسية. دي حاجة فوق الرائعة. بالعكس، انا مع حضرتك لما تقول انتوا ليه بتفرضوا عليا جمرك في قطع اللي بجمع بيها العربية اللي انا بستوردها من بره، في حين ان العربية الكهرباء جاية من بره كلها متقفلة كاملة معفية تماما من الجمرك. والله انا معاك وفي ظهرك، ولكن الحل يا دولة مش ان احنا نفرض ضرائب على العربيات المستوردة، لا، احنا عايزين ندعم الصناعة المحلية. ده شيء رائع، شيء جميل. يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى نفرض او نعفي قطع العربيات المجمعة محليا من الضرائب. هو ده الحل، هو ده الحل. احنا بالنادي اهو وبنقول ان هو ده الحل علشان الناس تركب عربيات بأسعار افضل واحسن. لكن الحل ان انا الغي موضوع حرية السوق وحرية المنافسة، واحاول ان انا افرض ضرائب معينة بشكل معين على مجموعة معينة من العربيات علشان باقي العربيات تشتغل، لا، ده غلط، ده غلط كبير جدا. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا يا جماعة اللي عايز يشتري عربية كهرباء يلحق يشتري عربية كهرباء. الكلام ده من 25. الاسعار دلوقتي وصلت لافضل ما يمكن وصول اليه في السوق، من افضل ما يمكن دلوقتي. لو صدر قرار زي ده، العربيات الكهرباء اللي موجودة استيراد عند الناس هتغلى. والله العظيم بنحذر وبنقول اهو،
دلوقتي اللي معاه عربيه، اللي معاه فلوس وعايز يشتري عربيه كهرباء، ما تستناش ارجوك، اشتري من اي مكان، لف وخلص. ليه؟ اللي جاي محدش عارف ايه اللي هيحصل فيه. القرار بيدرس وبيدرس بقوه، ويا رب يا رب الناس اللي بتدرسه فعلا تتنبه للموضوع ده. ما ينفعش كل ما نقول على حاجه او كل ما نلاقي حاجه مثلا بتبقى مفيده يعني، او حاجه بتفيد الناس، نفرض عليها ضريبه. لا، الكلام ده ما ينفعش. العربيات الكهرباء مفيده للدوله قبل الناس. يا سيدي قول التليفون اللي هيستنفع بيه المواطن بس. العربيه الكهرباء بتوفر على الدوله كميه مصاريف طاقه رهيبه. احنا بنستورد بنزين، بنستورد زيوت، احنا بنستورد قطع غيار للعربيات البنزين بمليارات الدولارات، بمليارات. الارقام فعلا مفجعة. فلما اجيب عربية كهرباء، العربية الكهرباء دي عربية اعتمادية، عمرها الافتراضي اطول، قطع غيارها اقل. العربية دي هتوفر على الدولة مليارات الدولارات قبل ما توفر على المواطن. النداء ده من مواطن بيحب مصر، بيخاف على مصر. يا جماعة فعلا أرجوكوا شيروا واكتبوا رأيكم. وبجد فعلا احنا محتاجين نعمل حملة علشان توصل لصانع القرار في المنطقة دي. ما ينفعش حضرتك تفرض ضريبة على عربيات في مقابل ان حضرتك عايز تحيي عربيات تانية. لا، خلي حرية المنافسة موجودة بين كل القطاعات علشان المواطن يستفيد اكتر. حضرتك فرضت على ضريبة وقضيت على قطاع، يبقى القطاع التاني هيحتكر السوق، ولما يحتكر السوق مفيش حد في مصر من التوكيلات رحم مواطن قبل كده. لما عربيات الاستيراد الشخصي اتفتحت وكلنا رحنا استوردنا عربيات، التوكيلات ساعتها اضطرت تخفض الاسعار واضطرت انها تنزل باسعارها. هو ده الحل، هو ده الحاجة الوحيدة اللي ضغطت على التوكيلات عشان تنزل باسعارها. طبعا مع انخفاض الدولار وتحسن الاقتصاد برضو ده كان عامل تاني، ولكن التوكيلات لما كانت محتكرة السوق ما رحمتش حد في مصر. ما تدوش التوكيلات اليد الوحيدة في مستقبل شراء العربية للمواطنين. صدقوني انتوا بتعملوا الكارثة تاني وبتعيدوا صناعة أزمة السيارات والأسعار العالية في مصر من جديد. يا رب صوتنا يوصل، ويا رب الناس اللي موجودة كلها تساعد في وصول الصوت ده، ويا ريت كل الناس تتكلم في كل مكان. اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.